اولا احنا كل واحد فينا معاييره للنجاح غير التاني، تعريفه هو للنجاح. امتى بيحس انه فولفيلد فعلا راضي؟ لما بنستخدم السترينثز بتاعتنا، هي واحده من اسباب سعادتنا الحقيقيه. شوف انت شوف الانرجي والحماس بتاعك وانت بتقول لما بعمل حاجه انا عارف ان انا كويس فيها وجامد فيها. تمام؟ ليه انت قلت معيارين قبلها؟ ليه الانرجي بتاعتك في الحته دي اختلفت ورجعت لورا عشان احنا بنكون عندنا احساس الفولفيلمنت لما بنستخدم السترينثز بتاعتنا اللي احنا حاسين احنا فعلا مميزين بيها. لما بنستخدمها بنحس ان احنا ناجحين جدا، وبنحس ان ده الاتشيفمنت حتى لو انت في يومك انجزت 1000 حاجه تانية غير ده. والحاجات التانية دي ممكن تبقى جابت لك ريفينيوز اكتر بكتير من مثلا الحاجه اللي انت عملتها كنت عامل بيها السترينث، كنت يعني فعلا استخدمت السترينثز بتاعتك. طيب ده معيار نجاح مهم جدا. ليه؟ لأنه بيديك الشعور بالفولفيلمنت والإنجاز والسيلف اكتواليزيشن، انت فعلا حققت ذاتك. ده أول حاجة. تاني حاجة، واحد من معايير النجاح بالنسبة لك عشان انت حد واقعي في البيزنس. الناس اللي بتبقى لسه داخلة البيزنس مش واقعية، البيزنس ما فرمهمش. نفسي أغير العالم. أيوة يا عم أيوة البيزنس ما فرمهمش لسه. انت جاي لنا من فوق، لا تعال انزل معانا على الأرض شوية. شوف بقى البيزنس ليه تكاليف ومصاريف صحيح. وفلوس وحاجات هتدفعها وحاجات انت مسؤول منها. ولو انت عندك ستارت اب في مرتبات وفي ضرائب وفي حاجات، ف it's not fun. يعني الموضوع مش ان انا عندي شويه باشن. لا باشن ايه؟ باشن ده يترمي، ده انت هيطلع عين اهلك. فانا حتى لو انا بجيب ريفينيو، بس الريفينيو ده مش قادر انه يا دوبك بيغطي تكاليفي، انا هبقى حاسه طب انا نزلت من بيتي ليه؟ عشان اقفله. يا تسكيل يا تقفله. برافو، احسن نصيحه.